اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا ومباراه نادي الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري. النهارده كانت مباراه الزمالك المنتظره واللي منتظراها الجماهير الزملكاويه بفارغ الصبر عشان يداروا على الاخفاقات اللي حصلت محليا يعني، وتبقى دي انطلاقه لنادي الزمالك للموسم ده، باعتبار ان الدوري بالنسبه لهم تقريبا شبه منتهي، ولكن كان على الاقل قدامهم حاجه يلعبوا عليها وهي البطوله الافريقيه اللي غايبه عن الزمالك منذ 23 عام. لكن زي ما بنقول كده تأتي الرياح وبما لا تشتهي السفن. الزمالك بيخسر النهارده من شباب بلوزداد بضربه جزاء، هل هي ضربه جزاء صحيحه ولا لا؟ لكن الزمالك اصلا ما قدمش ما يشفع له خلال المباراه، حتى الهجمات اللي جت لنادي الزمالك كانت هجمات عشوائيه او بالصدفه، يعني كره عرضيه ما تلاقيش حد يحطها او تقلش من على رجل اللعيب او كذا او كذا. دي كلها حاجات بتحصل في كره القدم، ولكن نادي الزمالك ما قدمش كوره واضحه وصريحه. كل اللي بيحصل ان التشكيل اللي بينزل وراه هو التشكيل اللي مرتضى منصور عاوز ينزل، زي ما كان بيقول طول عمره انا ما بقولوش اعمل كذا وما بقولوش اعمل كذا، بس المفروض يعمل كذا ويعمل كذا، فهو المفروض عمل اللي المطلوب يعمله ومشي على كلام رئيس النادي، وكانت النتيجه هزايم متتاليه لنادي الزمالك. بس انا مش هكلمك على المباراه دي تحديدا، انا هكلمك على حلقات قبل كده انا قلت فيها ان مرتضى منصور هيهد الفريق ده اللي جاب الدوري السنه اللي فاتت، فريق الشباب اللي جاب الدوري للزمالك مرتضى منصور هيهد، لان مرتضى منصور ما بيحبش يكون فيه غيره وتبقى الكلمه العليا ليه على الساحه. المشكله مش مشكله النهارده، زي ما قلنا الفريق اخذ بطوله الدوري السنه اللي فاتت، كان فيه هدوء وصمت حوالين الفريق، وكانت العمليه ماشيه زي السكينه في الحلاوه زي ما بنقول، وايد الزمالك ياخد الدوري في النهايه بغض النظر عن سوء حاله المنافسين، ولكن الزمالك البطل وخد الدوري سنتين متتاليتين. لكن احنا السنه دي زي ما انتم شايفين رئيس النادي كل يوم كل يوم كل يوم بيطلع، لو حاجه وحشه يبقى محمود الخطيب اللي عملها وممدوح عباس حاجز على النادي، ولو حاجه حلوه يبقى هو رئيس النادي هو اللي عملها، ما عندوش اي اسباب تانية، وعمره ما جاب اللوم على اللعيبه. اللي بيمر بيه نادي الزمالك النهارده دي يمكن اسوأ فتره في تاريخ نادي الزمالك في العموم، عمر نادي الزمالك ما مر بالهزائم والانكسارات اللي حصلت النهارده على مر التاريخ، يعني لا افريقي نافع ولا محلي شافع. بس ده نتيجه لعده اسباب، رقم واحد لا صوت يعلو فوق صوت رئيس الزمالك. اتنين سيد زيزو كان جاي له عقد احتراف خرافي ب 5 مليون دولار، او انه يفسخ عقده ويمشي من نادي الزمالك، لكن الراجل قال انا مش همشي غير عن طريق النادي، فالنادي قال له لا بلاش تمشي واللي انت هتاخده بره هنديهولك، ومرتضى منصور حسبها فلوس عدا ونقدا، قال انا لو سبت لعيب زي زيزو ده هجيب واحد زيه بكام؟ بمليون، ب 2 مليون، ب 3 مليون دولار، ده غير الفلوس اللي هياخدها راتبه الشهري. طب ما انا احافظ على على اللعيب ده معايا واديله الفلوس اللي هو عاوزها، وبقى يدي لزيزو 40 مليون جنيه في السنه. طبعا وعلى لسان رئيس النادي هو اللي قال ان كان في مشاكل في غرفه اللبس بين زيزو وامام عاشور علشان موضوع العقد، لان امام عاشور شايف ان هو مش اقل من زيزو وعاوز ياخد على الاقل مبلغ قريب جدا من زيزو، وما رضاش بال 8 مليون اللي عرضهم عليه مرتضى منصور. ده سببين. السبب الثالث بعت امام عاشور اللي هو اصلا الزمالك قايم على الفردتين دول، امام عاشور وزيزو، فانت بعت فرده والفرده الثانيه عبت بطنها فلوس خلاص فريحت. رابعا التشهير باللاعيبه، رئيس النادي طلع قال في اول السنه عندي 2 لعيبه بيشربوا مخدرات وبيعملوا كذا وكذا وكذا، رجع بعدها بيوم باسبوعين 3 قال لك عندي شلاليه في الفريق، شله المستجدين وشله المحترفين وشله القدامى وقصه وحوار كده. رقم 5 لعيب قاعد بيحف لسه ما بقالوش يومين في نادي الزمالك ومنزل صورته على النت، مفيش اجراء اتاخد ضده من نادي الزمالك، وتاني يوم في المباراه كان موجود عادي والزمالك خسر عادي. طبعا كنت قلت لكم من حلقتين فاتوا ان مرتضى منصور ممنوع من الظهور اعلاميا على قناه الزمالك وخصوصا برنامج زملكاوي، ودي فعلا الحقيقه 3 ايام لحد النهارده مرتضى منصور ما عادش بيطلع على الشاشه خالص، وامبارح كمان جه تحذير لقناه نادي الزمالك وخصوصا برنامج زملكاوي قبل ما يغلقوا له البرنامج نهائي، قالوا لهم تتكلموا عن ناديكم بس ما تدخلوش لا في السياسه ولا تدخلوا في اي حاجه، انتوا برنامج كوره وقناه كوره، اتكلموا عن فرقتكم وعن ناديكم زي ما انتوا عاوزين، مالكمش دعوه لا حتى بالمنافسين ولا تدخلوا نفسكم في امور ثانيه بعيدا عن الرياضه. طبعا واحد يقول طب قول لنا يا فصيح الحل ايه؟ انا مش هقول لك الحل ان رئيس نادي الزمالك يمشي لان ده مش حل، هو اصلا مغرق النادي في الديون. لو انت اصلا شفت التسريب بتاع اتحاد الكوره لما كان مرتضى منصور هناك وهو بيقول احنا اصلا ما دفعناش فلوس للعيبه، احنا فلوس اللعيبه
الشركه الراعيه هي اللي بتدفعها. معنى ايه؟ يعني انا بتعاقد مع اللعيب، الشركه الراعيه بتدفع له عشان الفلوس لو راحت النادي دي طبعا مخالفه ماليه انها تبقى موجوده في الخزنه، ولو دخلت على الحسابات هيتحجز عليها عشان برضه منظور حجز على الحسابات. مع ان رئيس النادي لو عاوز يحل مشكله الحجز على الحسابات دي بكل سهوله هيحلها. مشكله ما بقتش مشكله لعيبه بس، مشكله النادي عاوز هدوء، تقفل على اللعيبه صح، كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، هتتعاقب لو عملت كذا وكذا وكذا، وهتتكافئ لو عملت كذا وكذا وكذا. واللعيبه ما تطلعش لا في اعلام ولا في اي حاجه غير انها تروح التمرين وتلعب ماتشاتها. ثالثا جهاز فني جديد، يعني لا اسامه نبيه ولا فيريرا عادوا ينفعوا، الاثنين كارت واتحرق خلاص. ماشي يا عم الاثنين دول خالص وهات وجه جديد، او احد ابناء نادي الزمالك اولكو ده يمسك النادي وهتتفرج الفرقه دي يعمل ايه. واخيرا مرتضى منصور ما طلعش على التلفزيون اطلاقا. كل اللي يطلع على التلفزيون امين مرتضى منصور اذا اقتضى الامر بما انه مدير الكوره، غير كده هتلاقي نادي الزمالك في نفس الدوامه، وطول السنه هتبقى كوارث زي ما احنا شفنا كده. بدايه افريقيه ولا اسوء للنادي الزمالك بهزيمه اولى على ملعبه ووسط جماهيره. لسه هنشوف هل الزمالك هيقدر يستمر في المنافسه ويتاهل سواء اول او ثاني عن المجموعه دي، ولا هيخرج كاخر سنتين من دوري المجموعات. الايام الجايه هتبين الحاجات دي. اشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.